رسالة لجمهور الأهلي. وسام أبو علي عمل 6 شهور مع الأهلي حلوين جدا جدا، ونهاهم وهو هداف الدوري برصيد 18 هدف. برافو، شابوه وسام أبو علي. لكن برضو مش عايزين ننسى كهربا لما كان راجع من الإيقاف، لعب 6 شهور فقط، وكان هداف الفريق وهداف الدوري برصيد 15 هدف، وكان هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف. ومش بس كده، ده جاب هدف في نهائي الكاس قدام بيراميدز. ومش بس كده، ده عمل ضرب جزاء اسيست في نهائي في ماتش السوبر قدام بيراميدز. ومش بس كده، كهربا حاليا تاني هداف فريق النادي الاهلي برصيد 15 هدف، وعامل 6 اهداف اسيست. ومش بس كده، كهربا في ماتش نهائي السوبر قدام فيوتشر عامل اسيست برضه. يا ريت يا جمهور الاهلي لما نحتفل بوسام ابو علي يبقى عندنا اصل، وما ننساش محمود كهربا ونبطل نشتم فيه. وزي ما محمود كهربا احنا لينا عنده كتير ودعمناه ووقفنا جنبه وفرحنا بيه، هو برضه ليه عندنا كتير، انه شال هجوم الاهلي لفتره كبيره في عز ما كان الاهلي بادارته بيلف افريقيا كلها على مهاجم مش لاقي. كان كهربا اللي هو اصلا جناح شمال وساعات بيلعب جناح يمين، كان شايلك هجوم الاهلي وما كانش بيقول لا، في عز ما ان اي لعيب في الدنيا يكره يلعب في مركز غير مركزه. كهربا ما قالش لا، وكان بيأدي على اكمل وجه وعلى اكمل ما يكون، وكان بيدعم زملائه على اكمل ما يكون. يا ريت يا جمهور الاهلي تاني تخلوا عندكم اصل، وما ننساش محمود كهربا، ونبطل نشتم في محمود كهربا، لان محمود كهربا ليه منا كل الاحترام والتقدير وكل الدعم لمحمود كهربا. السلام عليكم.